صباح الخير حبايب، يوم جديد وسفرة جديدة ومكان جديد. اليوم راح اخذكم وياي هايك بواشنطن. هحاول اسويهم 2 هايكات، 2 مكانين، بس المكان الاول بعد 3 ساعات منه، والمكان الثاني بعد 3 ساعات من المكان الاول. فما اعرف اذا حلحق او لا، بس حيكون شي كلش حلو. طبعا المكان حطيته على الفيجن بورد مالتي، فكلش فرحانة انه حروح لليوم، لانه يعني ححقق شي من الباكيت ليست خلينا نقول. وطبعا كانت الخطة ان اروح لكاليفورنيا اليوم، وعلى اساس انه بعد ب5 الصبح واطلع وما اعرف شنو، وخذتني نومة في الساعة 10 الصبح. فالكاليفورنيا تكنسلت، وكاليفورنيا بعيدة، المكان 7 ساعات منا، فقلت اروح المكان اقرب 3 ساعات شوية اهون. هاي الخطة اليوم. طبعا اليوم شوية مالي طاقة، مالي هالقد واهس احكي واسولف وما اعرف شنو، فالفيديو اغلبه حيكون صامت على صامت، بس مناظر حلوة وطبيعية، وبين فترة وفترة حتشوفون وجهي، بس يعني yeah let's go. اوكي وصلت. طبعا هاي البحيرة هنا ديك وياها، وصلت وباركت، وهسه حننطلق على التريل. طبعا التريل ما اعرف وينه لان البحيرة حالة كبيرة، الخريطة انطتني مكان، فحروح اشوفها اذا صدق هو ذاك المكان لو غيره. ف let the adventure begins. اسم البحيرة راتل سنيك، واللي هي الترجمة الحرفية مالتها انه يعني هو نوع مال الحياية، نوع مال الافاعي. فانا اللي مخوفني انه بالتريل طلعوا لي ذول الحياية. حاطين تحذير انه ممكن تزلقون وتوقعون بلا باسكلات وبلا احصنة، بس مسموح اصطحاب الحيوانات. واللي احنا حنروح له هو هذا اول واحد، الراتل سنيك ليدج، واللي طوله تقريبا 2 مايل. فلنبدأ. اوكي، اول شي باع الاشجار وباع الاجواء، واو، الطريق كله صعبة، فمن هسه بدأ شوية نفسي ينقطع، بس لا تراجع، لا استسلام. لازم يحطون اشارات مال الترافيك، لازم يحطون اشارات مرور هنا، لانه هسه قبل شوية وقفت على صفحة لانه جوي جوقة مال ناس، كلش هواي ناس، والطريق حيل ضيق نفس ما شفتوا. شوفوا هسه جو هنا ناس هنا ماتين. تعرفوا على صديقي سنجوب شنك بسبوس، شنك بزونتي، نفس الأخبارات. أقدم لكم نصيحة، رانيا غبية، لا تكون مثل رانيا. رانيا جاية تسوي هايك كلها صعدة لي فوق وما جايبة ماي وياها. Don't do that.
don't do that. نفسي انقطع. الجو حلو، أهم شي الجو مو كلش حار، فهذا الشي شوية كلش يساعد. أوكي يا جماعة، هذه آخر لوفة بالطريق، فالمفروض إن هذا الطريق كله اللي قبل حيوصلنا للمكان. بابا حرفيا فوق الأشجار وفوق العالم كله وفوق قمة الجبل. المرة 17,000 نفس انقطاع، الصعدة كلش قوية. طبعا لو عندي ميكروفون بالتليفون عشان تسمعون دقات قلبي. طبعا شوف هاي الأشجار هنا ذكرني فيلم توايلايت من كان إدوارد يقمز من شجرة لشجرة، فحسيت روحي كلش عايشة الجو. بديت أشوف المنظر المفروض أشوفه من فوق، يعني الفاينل ديستنيشن، بس هنا بين الأشجار فما مبين كلش، بس يعني أنا اقتربت. أنا مقتنعة اقتناع كام إنه أنا بالجنة، لأنه المنظر اللي حتشوفوه هسه مستحيل حقيقي. أوكي، الموضوع كلش يخوف، لأن اكو حفرات بالقاع، بس راح أحاول أقمز منها لهناك وإن شاء الله ما أتلقلب. أنا هسه جايتني لحظة مصدومة، إنه أنا ما دا أصدق إنه أنا استوني شفت هذا المنظر. يعني الله إيش قد يحبني، الله إيش قد يحبني لدرجة إنه جابني هيك مكان حتى أشوف هيك المنظر. الحمد لله يا رب، الحمد لله. تعرفون ايش كم لغة سمعت وانا دا اتمشى هنا؟ كان اكو عراقيين، اكو صوماليين، اكو ايطاليين، اكو فرنسيين، كل الجنسيات. يعني انا من ولاية ثانية، ولايتي اللي انا بيها همتين بيها هواي هيك تريلات وطبيعة وشي، بس يعني ما بيها هذا الدايفرسيتي، ما بيها هذا التنوع. فهس انا احس روحي يعني كأنه مسافرة انترناشونال، بس انا ما مسافرة انترناشونال، انا بس جاية ولاية ثانية. وصلنا. واخيرا طلعت من التريل، شارع مبلط، رجلي قاعد تلولح، بس كلش اشتهي السوشي، فهسه راح القى لي مكان اخذ سوشي اكل، وراها اكو مكان ثاني ببالي واعتقد حروح له. انا قلت يا اروح له يا ارجع للبيت، فقررت اروح له اليوم، نروح ناكل سوشي وراها ننطلق. شوفوا الحذاء صار بيه عزاه. جيت اكل سوشي وهذا المنظر حرفيا، يعني مطعم السوشي المنظر منه على هذا الجبل، يعني واو يا سبحان الله.
عادة وباع السيارات كلها واقفة هنا، بس الحمد لله الحمد لله الله سهل أموري، كنت أنا أول سيارة دخلوها، فالحمد لله يا رب. أوكي وصلت للمكان الثاني يا جماعة، الطريق كله وأنا بس أسوي واو واو، كله وأنا داواوي على هالقد مو المكان. يعني والله ما أعرف شو أقول، ما أعرف شو أقول، يعني يا سبحان الخالق يا سبحان الخالق، إنه يعني يا سبحان الله والله. يعني I don't know you have to see it. خليني أراويكم حتى تفهمون اللي أنا دا أمر بيه حاليا. هذا المنظر من الجراج، يعني لو يقولوا لي إن بهذا الجراج طول عمرك أقولهم ما عندي مانع. أوكي هاي البحيرة هنا أنا مسوي لها مجسم 3D. أنا أجيت من هذا الطريق من هنا وعبرتها، بس أنا حاليا أكو فيو بوينت هنا حاطيه، فأنا واقفة هنا. بس والله يا سبحان الله يعني شي خيال. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي الجبال.